تبدأ الحكاية بزيارة آسر ليا بعد فترة كبيرة من مقابلتنا الأخيرة. آسر هو المحاسب اللي ساعدني في عمل ميزانية العيادة بتاعتي السنين اللي فاتوا. رشحه ليا دكتور صاحبي، كان آسر بيخلص له حسابات عيادته برضه، ومن ساعتها وأنا وآسر أصحاب، لحد ما جالي تليفون من آسر بيطلب فيه مقابلتي في العيادة علشان يكلمني في موضوع مهم. واستقبلته في العيادة ودردشنا في كذا حاجة لحد ما آسر فتح لي قلبه عن حادثة الطيف. حسيت في الأول إنه متردد يحكي، لكن هو ارتاح في الدردشة معايا وحس إن أمين كفاية إنه يحكي لي. قال لي إنه شاف طيف لونه أسود على هيئة بخار أو حاجة عاملة زي الدخان، وإنه شافها أكتر من مرة، طولها طول إنسان لكن بتتحرك بخفة زي البشر على رجلين، مكسية سواد في سواد. وكمل آسر كلامه وحكى على موت عم إبراهيم جاره لما الطيف دخل بيت عم إبراهيم في اليوم اللي قبل موته على طول. وقال لي كمان على التورتة اللي لقاها قدام بيته، واللي لحد دلوقتي ما نعرفش جت منين ولا جت ازاي.